مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفي إحنا والخبر جيران نصف نهار و12 دقيقة على موجاتنا. وكما وعدناكم اللقاء باش يكون من الأول بالجمعيات والحديث عن الجمعيات والأفكار الجديدة، خاصة وقت اللي تكون المبادرة من عند شباب اللي يقوم بتأسيس الجمعيات هذه ويكون فاعل ونشاطها يكون كذلك مميز. جمعية فكرتها أحلى، ديما احنا نقولوا وقت اللي نخرجوا لبرا يسألوك على حاجة في تونس وانت ما تعرفهاش تحشم. هذاك علاش واحد يقول قبل ما يخرج اعرف بلادك قبل. يظهر لي الجمعية اللي احنا مضيفينها من أهم الأهداف نتاعها انه تعرف الشباب بمخزون بلادنا من مناطق طبيعية وتراثنا وكذلك برشا أماكن جميلة برشا. الجمعية التونسية للمتجولين، شكون فينا ما يحبش التجوال وما يحبش يتجول سواء في تونس ولا خارج تونس؟ اما هما يظهر لي يركزوا على تونس وانت مش تعطينا بالطبيعة معاهم هما أكثر تفاصيل على ضيوفنا وعلى أهداف الجمعية. هي الخاصية نبيل الحلوة أنه عادة اللي يحب يتجول تبدأ في ظروف مريحة وفما برشا راحة وبرشا ترفيه، لكن هذا التجوال وفيه برشا تعب والنتيجة نتاعو مهمة برشا. يحضر معنا أحمد فرشيشي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا. نائب رئيس الجمعية التونسية للمتجولين، ويحضر معنا كاتب عام الجمعية سي عبد الرحمن شعيب، أهلا وسهلا. مرحبا بكم. نبداو من الفكرة الأولى، فكرة تأسيس الجمعية. أنا نعرف على الأقل أحمد اللي مغروم برشا بالتجول داخل وخارج تونس. الفكرة متاع تأسيس الجمعية كيفاش جات وكيفاش كانت؟ الفكرة انه ديجا الاربعة من الناس معناها اللي اسس الجمعية وفرصة باش نكملوهم، رئيس جمعية اسماء كراي وامين المال فهد دغرير. دونك الاربعة من الناس نحنا مغرومين باللي فواياج معناها والسفر، سوف يتكلف السفر لبرا معناها. وفرصة انه لقينا اللي زالبون فوتو اللي عملناهم لبرا لقينا نفس التصاور عندنا في تونس. دونك حبينا نعملوا دي بتيت سورتي في تونس، بيجي صغير على الاخر، ساعات 30 دينار ب 20 دينار، تمشي 50 60 كيلومتر وزالونتور، جبل واد زون يميد مثلا. وبدينا الفكره بدات تكبر بشوي بشوي، بدينا بريفي. الفيسبوك عاونكم برشا يظهر لي من الاولى. الفيسبوك كانت فرصه باش العباد تعرف تصاور هذيا وتعرف العباد. تعرفنا على بعضنا تخافير فيسبوك. وحتى في معناها كنا نخرج من بعضنا في معناها امتي جروب ريسترا والغرام نتاعنا. ومن بعد الفيسبوك خلى العباد المغرومين بنفس الحاجات يتلموا مع بعضهم في دي بتيت كوميونيتي نقولوا بالفرنسي. العباد اللي يسمعوا فينا تو نحن نحكيو على الفيسبوك نجموا نعطيوهم الصفحه نتاعكم هكاك ينجموا يدخلوا يطلعوا على الصور اللي كنا نحكيو عليهم. هي الاسوسياسيون تونيزيان دي روندونور بالفرنسي. الصفحة هكا. الصفحة سورتو لو سيت ويب هو اللي يعطيك اللين باج فيسبوك www.rando-tunisie.tn. في هو تلقى اللين الكل معناها. بون بيان سور مش باش يلقاو تصوير نتاع لي فونداتور اللي نحن الاربعه معناها. باغ كونتخ احسن حاجه انه الناس تجي وتخرج معانا باش تعرف العباد وتعرف الجو اللي موجود معنا. انت قلت حاجه قبيله مهمه، انه التصاور اللي انتم تصورتوهم البر لقيتوا كيفهم في تونس. وانا اليوم قمت بلعبه صغيره، دخلت على الصفحه وخذيت تصويره وبحذايا زميلي الفوق قلت له شفت ذي في سويسرا. قال لي محلاها التصويره، وريته تصوير اخرى قلت له سويسرا، وبعد تصوير اخرى سويسرا. قال لي مزيانه. بعد قلت له ليه راهي في تونس هذيك. في جندوبه بالضبط معناها بريسيزيمون في جندوبه. صدقني ويمكن الفكره اللي جاتني انا شخصيا معناها كانت جاتني الفرصه باش مشيت لسويسرا غيالمون. عندي نفس التصويره اللي مصوره مع الشجره في سويسرا، عندي اختها بالضبط موجوده في سيليانا. اليوم اللي نوريه في التليفون يقول لي يا محلايا سيليانا، نقول له راه في سويسرا. والعكس بالصحيح، ساعات نوريه يا محلايا سويسرا اللي راه في سيليانا. ومن وقت بدات الفكره اللي برشا عباد ساعات برشا عباد يكفي انه يعمل تصوير يقول راني خرجت ما يصدقوش اللي هذيك موجوده في تونس. فرصه اخرى يمكن اخر خرجه نحن ديجا جايين من السفر معناها 3 ايام. لا باش نحكيو عليها بعد هذيك، بعد ما نعرفوا بالجمعيه خاطر تعبين برشا والناس اللي خرجوا الكل تعبوا، ربي يهديكم. 3 ايام خليتوهم ملا عام نهايه عام في الجبولات الحاصل. الفكره نتاع الجمعيه كانت من 4 شباب مغرومين، دونك قدمتوا الاوراق وخذيتوا التاشيره نتاعكم، كملتوا 3 اشهر موجودين في الرائد الرسمي امر رقم 137 بتاريخ 15 نوفمبر 2011. قداش عندكم اللي خذيتوا التاشيره؟ من 15 نوفمبر. 15 نوفمبر. نحن من جوان معناها كانوا الاوراق موجودين، سوف من جوان بدينا نخدموا غيالمون. اللي بدينا نكتشفوا في لي سيركوي في تونس. ديجا نعرفوا دي سيركوي ما بدينا نكتشفوهم بطريقه معينه، على خاطر اليوم كي تولي اسوسياسيون سي با ان جروب اللي يمشي يحوس كيف ما يجي.
ثم حاجه اخرى راهو الديسيبلين نتاعنا ولا الغرام هذايا لازم ماتريال. الماتريال ما لازمش يكون غالي برشا، اما الماتريال يعاون. سكادو ما يهز اي سكادو، باش يلبس ساعات سروال جين ولا سروال مارا تفرق، نوعيه السبادريات معناها هو غرام باهي، صف كي تلبس مليح وتمشي بماتريال بركدا تتمتع اكثر خير ما تتعبش. وبالاخص على حكايه السيكوريتي معناها فما مناطق بالاخص كيما اللي مشينا لهم في النواست في الشمال الغربي مكثرهم من الدين وطبعا وفما بلايص كي يتزلق معناها يلزم الواحد يرد باله خاطر كي نمشيو مش بالكيلومتر ولا زوز بال 14 كيلومتر في الجبل معناها تقريبا هكاك في النهار، يعني حاجه متعبه برشا. نحب نرجع شويه لعبد الرحمن، قلت لقينا طرق اخرى باش نكتشفوا لي سيركوي، خاطر قبل كنا جروب صغير معناها مجموعه صغيره، ومن بعد كي كبرت يلزمنا تكون الامور منظمه بالكدا. كيفاش الطرق هذه لاكتشاف لي سيركوي؟ تخدموا مع ناس مختصين؟ هذاك علاش باغ اكزومبل مثلا الخرجه نتاعنا الجندوبه كانت سيبلي. نحنا صارت لنا فرصه منه ثم غيزو اللي اسمه تيون فيت قاعد يصير غيالمون قاعد يتعمل مع الصندوق العالمي للطبيعه WWF، انيشيتيف باهيه، وكانت لنا فرصه كغوندونور على خاطر نحن الاوبجيكتيف تاعنا صحيح تحويس، لكن باش نعرفوا بالبلايص هذوما باش العباد تحميها وتجيها زاده. صحيح. الخطر هو انه العباد اللي تجيها ما تعرفش كيفاش تتعامل معها. تو كيما يحكي لك الطبعه ثم بلايص تتعدى منهم، العباد ما تفهمش، ولا ساعات ياكل ويطيش، ولا مثلا يتكيف ويرمي البوانت هذيك، تنجم تصير حريقه. هذاك كل كي اليوم عملنا الاسوسياسيون ولينا نجموا نفرضوا على العباد الشيء موجود. اليوم ثم دي جروب راه تلقاهم في فيسبوك موجودين في تونس يخرجوا، البيت نتاعهم صحيح يمكن لما فلوس ولا تحويس ولا حاجات، نحن البيت يمكن توعيه اكثر. باش تقول لي كيفاش نكتشفوا لي سيركوي ثم بعد اخر اللي هو بعد التنميه نتاع البلاد في تونس. لكن نحاول نمشي للمنطقه هذيك، الناس اللي تسكن غادي يعرفوا المنطقه خير منا نحن، لكن اليوم نعطيوها بعد سبورتيف وبعد بيئي زاده، فما بيئه وعلمي وكذا. هو يعرف جبال يقول لك انا نعاونك ونعرف ثانيه منين نتعدى، لكن انا نعرف باغ اكزومبل اسكو الماتيريال نتاعي يخليني نتعدى من البلاصه هذيك ولا اسكو الطقس هذيك الجروب اللي معايا يتحملوا ولا لا. معناتها عبد الرحمن وسامحني باش نخليو الحوار ثنائي، احمد فرشيشي، يعني نفهم اللي انتم تمشيو تعملوا زيارات قبل ما تهزوا المجموعه، كاينوا ريبيراج هكا للبقعه ولا ساعات نعملوا هكاكا؟ من الاكثريه نحاولوا ديما ناخذوا عبدنا غاديك من منطقة مكثرهم هما قرى صغيرة معناهم ساعات تبدا اسامي نتاع قرية عمرك ما سمعت بها وعمرك ما ريتها، وعبادك تقولوا اللي مسمينهم توا من بعد الثورة المناطق المهمشة اللي ما عندهم حتى شيء. نحاولوا نحن نخلقوا لهم كل اون سورت ديكونومي لوكال، معناها كي نمشيو مع عبد يحوس بينا من بعد نعطيوه اون سورت دو بوربوار، ولا حتى كي نشيلوا مغاديك طبونه وجبن وزيت زيتون وحاجات هكايا نخدموا العجله الاقتصاديه في المنطقه ونعرفوا بالمنطقه بالاخص خاطر فما مناطق سياحيه بأتم المعنى معنى الكلمه موجودين في تونس ومش معروفين. كان نقارن بين المغرب وتونس، احنا تونس شدوا لك في حمامات وصوصه حتى على راس العام حمامات وصوصه، فما عباد خيرت باش تمشي تبرقع وين دراهم، احنا خيرنا جندوبه على حكايه منطقه غنيه بمعناها مناظر طبيعيه كبيره برشا، فيهم بارك الفاجة من اكبر الحدائق الوطنيه في تونس، وفيهم الايل الاطلسي وصنوبر الحلبي معناها ثم ثراء طبيعي وحيواني يعني، وحتى على الفرجه حتى اللي مشاو معنا جماعه مصورين دي فوتوغراف وشيخوا معناها خذاو تصاور هايلين برشا. العباد هي فرصه معناها نذكروا معناها جست سسبانس العباد، معناها العباد تلوج مثلا يقول لك سمعت اللي في تونس ثم مطر جست تصب وروحنا البارح كنا في تونس سخونه معناها على البرد اللي عشتوه غادي معناها ديجا معناها نهار السبت عايشين في انفيرونمون كانوا مانيش في تونس معناها 2 دوغري اون التيتود 1150 متر في الفايجه، عباد تونس كان بالخضار معناها دوما وسط تونس بدات ترجع ترى في الباني وكل شيء، كانوا حاسوا رواحهم عندهم جمعتين وثلاثه وهم قاعدين يسافروا، الوغ هي كانت 3 ايام ديجا في جندوبه معناها انا في الباز اللي العباد الكل ثم جروب جاي من تونس. الناس الكل تحكي معناتها تنجم تدخل ممكن نمشي على ذكر حبوا خاطر ابار العباد اللي نمشيو لهم فما مناطق فيهم جمعيات كيفنا يخدموا في نفس الخدمه نتاعنا، وحتى كان مش كيف تلقاهم هما اورينتي بلوس سيانتيفيك ولا بيولوجيك ولا حاجه، اما يعاونونا في المشهد الاخرى. باغ اكزومبل مشينا الاصدقاء الكروميري معناها فرحوا بنا بالكدا وعاونونا بالكدا وهزونا في سيركوي
جبل طلعنا حتى 1150 متر في العلو، معناها في وسط اصحاب نمشيو في هي جمعية أحباء جبال خمير، وشكر لهم هم على خاطر هم الجد اللي يسرونا الوصول الغادي. يمكن مثلا الجمعية ذي اكزيست دوبي لونتون مثلا، اما ما سامعين ما يعرفوهاش وما ثم حتى حد إلا بخيل الكوراج باش يجي نهار يقول نمشي لجندوب. عليه جندوب راهي بلادك مثلا، يبخون الانيشيتيف وبلاصه مزيانه بركدا غار ديما وبارك الفايجه. بارك الفايجه ما سالتوش مثلا انتم جيتوا لغاديكا وهبطوا للحديقه، لقيتوا ما لقيتوش صعوبه في الدخول؟ عاونوكم؟ سالتوش اسكو يجيو عباد ولا ما يجيوش؟ بيان سور نحن سالنا على الشيء هذاك. هو يقول لك نقصت على قبل. باغ كونتخ الحاجه اللي تحزنك في تونس اللي ثم عباد راهي تجي من برا، ثم دي زاميريكان يجيو، دي اوروبيان يجيو يعرف على خاطر مقيده في الباتريمون مونديال، يعرفها. الوغ في تونس يقول لك بعد ثوره ما عادش قاعدين يجيونا. حاجه اخرى زاد يفو بيان انديكي نقولوها اللي هو السيكوريتي نتاع الغابه، اللي قاعد فورستي اللي موجودين غادي بكل صراحه يجي ويتبعك ويشوف اش عندك ماتريال ويعصى عليك. بالاخص بعض الحرائق اللي صاروا معنا قالوا لنا 178 حريق في الصيف بركه صار، وتعدينا على منطقه واحد معناها قلبه يوجع، شجر عمره اكثر من 200 سنه و300 سنه مشي معناها محروق. هاك تشوفها كما في البلاصه الميزانه ياسر في الضباب الفوق، معناها نحن تخيبوها هذيك هي على خاطر الاتموسفير هكاك عملت في الغابه، الوغ كو الغابه من فوق بالكل حرقوها الكل. مالوغوزمون ان شاء الله ترجع بالوقت وكاو. اما الحاجه اللي لازمها يفهموها العباد، راهي الغابه والشجره والواد راهو كان يتهلك راه ما يرجعش. بالاي يحب له برشا وقت مش يرجع. لاسوسياسيون اللي يحب يشارك فيها كاينه تحب تشارك انت في بالي؟ انا مادام فما تجوال تعرفني اول واحده اللي يحب يشارك، خاطر اللي فهمت وكانه واحد لازم يكون زاد عنده عمر معين، لازم يكون رياضي شويه، يلزم فما مواصفات خاصه معناها لازم يتحمل هكا، عنده قدره على التحمل. احنا في كل خرجه نحدوا مش كيما نوع الصعوبه نتاعها، فما نعملوا احنا نعملوا 3 خرجات هكا معناها اسكالاد وروندوني في دي بونت، معناها الجبل طالع مش كيما واحد يمشي على كياس مستوي، معناها فيها تعب بالكدا. وفما مناطق زاد كي يبدا واحد يمشي بالسيف ينجم يزلق يطيح ويتعبنا، حتى نحن من بعد باش نروحوا بيه ولا حاجه. معناها تصور واحد في قمه الجبل تتفصع الساق ولا قدر الله، معناها يلزم فما معناتها انا فهمت من كلامك احمد مش الكلكم ديما تمشوا نفس البقاع، فما بقاع معينه يمشوا لها ناس معينين واللي سهله كل واحد يشوف شنو امكانياته زاد الجسد. خاطر ابار معناها الخرجات في جبولات نعملوا خرجات زاد مع في اللي سيت اركيولوجيك تونس. معناها عندنا شهر التالي مشينا للدقه وقعدنا بيتين اللي فيهم برشا معنا ما يعرفوهاش اول مره يمشيوا لها، وناخذوا معناها جيد توريستيك ويفهمنا خاطر تمشي لدقة مزيان السي تحلو وتتفرج فيه. اما يلزمك تفهم حكايه الحجره هذيك الموجوده تاريخها وش تحكي. وخاطر تونس عندنا 3000 سنه حضاره. امريكا كي مشيت المتحف نتاعهم في امريكا ما عندهمش حاجه كبيره، جاوا استعمروا البلاد وعاملين متحف يرعب. احنا فايتينهم برشا بحضاره وما عندناش متاحف بالنيفو هذاك. معناها شيء يأسف على خاطر مش حكايه امكانيات، حكايه كلها قرايه وحكايه وافكار. فكره هي هذه حكايه الامكانيات راهو مغلوطه. اما الامكانيات فما برشا حاجات تتعمل من غير امكانيات. طريقه المشاركه معاكم في الجمعيه والانخراط معناتها مفتوحه للناس الكل؟ لحد الان مازلنا ما فتحناش الانخراط، مازلنا نحضروا فيه على خاطر عندنا في نوفمبر ملي تأسسنا بطريقة اوفيسيال. ان شاء الله بالشهر هذا نخرجوا معناها اون بوبليك معناها شنو الفيزيون كيفاش تصير. اما في الخرجات الناس كل مرحبا بهم، اللي يحب يخرج مرحبا. على حكايه الخرجات مثلا انت قلت فما نعرف اني كل حد تمشيوا البقعه على الاقل معدل كل مره في الاسبوع، فما معاليم اكيد واحد باش يدفعهم. مثلا الجمعه الجايه باش تمشيوا للوسلاتيه، باش تمشيوا لجبل الوسلات. قداش واحد ينجم يمشي من تونس العاصمه لجبل الوسلات؟ احنا نشوفوا معناها لوكاسيون تاع بيوس، الاكثريه ميني بيوس، خاطر ديما فما مناطق هذوما سي دي زون تري فراجيل ما نجموش نزولهم كار كبيره معناها 280 عبد ولا قداش في بلاصه 280 عبد معناها